احلى طاجن جمبري ممكن تعمليه. شايفه شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله، ريحته وطعمه مفيش احلى من كده. هنعمله بطريقه حلوه قوي وهتعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. صلوا على النبي واكتبوا الله المحصي في التعليقات، وتعالوا نشوف الطريقه. اول حاجه هبدا انضف الجمبري. لازم نسحب الحبل الرملي ده علشان ما يضايقش في الاكل. بخل خشب او بالشوكة كده زي ما انتوا شايفين، وفي الظهر بنغرزها كده وبنبدأ ان احنا نسحب الحبل الرملي زي ما انتوا شايفين كده. وتاخدي بالك وانت بتسحبيه لان ممكن يتقطع، فننزل لتحت بالشوكة كده شوية ونرجع نسحب الباقي منه. وفي طريقة تانية، هتفتحي ظهر الجمبري بالسكينة كده بالطول وهتسحبي منه الحبل الرملي. وهنا كده هشيل الجزء اللي هو ده علشان الشكل. طاسة على النار وفيها 4 معالق زيت، وهنزل ببصلتين كبار متقطعين بالشكل ده. يا دوب البصل يدبل كده، وهنزل بمعلقة كبيرة توم مفروم، حوالي 5 فصوص توم كده. هشوحهم دقيقة كده مع بعض لغاية ما نبدأ نشم ريحة التوم. احنا عايزينهم يدبلوا بس، مش عايزين ان احنا نحمرهم ولا حاجة. بجد الطاجن ده بيبقى جميل قوي، وكمان ما بياخدش وقت خالص. كله على بعضه كده حوالي 10 دقايق كده. خلاص بقى تمام. البصل دبل معانا، ودي كده الجمبري طبعا غسلناه كويس. لو حابين طبعا تنضفوه من القشر زي ما انتوا عايزين، لكن انا هعمله كده زي ما هو. بعد كده بقى هقلب الجمبري مع البصل والثوم حوالي دقيقتين لحد ما يبدأ الجمبري لونه يتغير. طبعا في ناس بتحب تشيل الراس والقشر والكلام ده كله، بس انا هعمله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الجمبري ليه طرق كتيرة، بس كل واحد بيحب يعمله بطريقة معينة كده. في ناس بتحبه مشوي مقلي او شوربة، يعني الطرق كتير. بس انا النهاردة حبيت اعمله طاجن كده لان بجد الطريقة دي حلوة وهتعجبكم. بعد ما شوحت الجمبري بالبصل والثوم حوالي دقيقتين 3 كده ويتغير لونه، هنزل عليه بجزراية مبشورة، فلفل اخضر حلو وحار، حباية طماطم او 2، وكم عود كرفسي كده، ولو مش موجود ممكن كزبرة خضراء او شبت، وممكن تفرميهم ناعم كمان. كلها اضافات بسيطة بس هتخلي طاجن الجمبري ده طعمه حاجة تانية خالص. هنقلب بقى الخضار مع الجمبري ونسيبهم حوالي دقيقتين 3 كمان. وبعد كده بقى ننزل بالبهارات، نص معلقة صغيرة كمون وزيها فلفل وكزبرة، وما ننساش الملح طبعا. نقلب بقى الجمبري مع البهارات. هو بياخد حوالي 5 دقايق على البوتاجاز و5 دقايق في الفرن، ما بياخدش وقت في التسوية خالص. هنا بقى كده حطيته في الطاجن. لو حابين تسيبوه في الصينية زي ما هو عادي. لو حسيتي كده ان هو ناشف او انتي حابة ان هو يبقى فيه صوص شوية، زودي كوباية مية او نص كوباية مية قبل ما تدخليه الفرن. النار بقى من تحت، ونفتح الشواية زي ما شفتوا عشان ياخد اللون الجميل ده. شايفة بقى شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله، احلى طاجن جمبري ممكن تعمليه بالطريقة دي بجد. ايه رأيكم في الطريقة؟ عجبتكم ولا لا؟ احب اشكركم كلكم على تعليقاتكم وكلامكم الحلو اللي بتكتبوه لي. ربنا يوفقكم كلكم ويسعدكم يا رب، وتحققوا كل اللي بتتمنوه في السنة الجديدة ان شاء الله، وتكون سنة خير وسعادة علينا كلنا يا رب. حبايبي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفوا القناة، واشوفكم الفيديو الجاي على خير، ومع السلامة.